الرحمن الرحيم. من متحف مومياوات التماسيح المحنطة اللي تأسس هنا طبعا في كوم أمبو سنة 2012. طبعا التماسيح دي كلها اتلقت في جبانة التماسيح في خلف معبد كومومبو، معبد سوبك. يبقى الفراعنة عبدوا نماذج كثيرة من الآلهة، وعلى سبيل المثال هنا في كومومبو عبدوا التمساح وعلى شكل إله عند الفراعنة اسمه سوبك. طيب بالنسبة للمقبرة بتاع السوبك كانت شكلها ازاي؟ بص كده هتلاقي المقبرة اللي اكتشفت فيها التماسيح زي كده. هنا ايه؟ تمساح محنط، وتلاقوا في توابيت. بص كده حضرتك التابوت اهو. يبقى هنا ايه؟ زي الفسائي عندنا كده ماشي، في دور اول ودور تاني. فهنا ديت اللي هي التماسيح المحنطة. بص كده في الجنب ده نموذج مقبرة من المقابر اللي هي تم الكشف عنها، نموذج يعني ده حاجة نموذجية. هنا اهو زي كأنه نموذج مقبرة، وهنا فوق في عبارة عن تابوت لوضع ايه؟ التماسيح فيه. طيب بالنسبة للتمساح بيولد ولا بيبيض؟ لا بيبيض. وعندنا هنا في المتحف بص كده بيض التمساح، وحتى ايه جوه البيضة. بص كده حضرتك تمساح محنط، بص كده. ودي بيض التمساح اللي هناك اتلقت هنا طبعا. بص حضرتك شكل التحنيط ازاي. ادي التحنيط بيحنطوه زي الطريقه كان يحنطوا بيها مومياوات البشر في العصر الفرعوني، لانه كان على شكل اله. حتى بص كده حطوا له شكل العينين. بص كده عينين التمساح ماشي. حتى هنا عندنا البيبي كروكودايل، التمساح الصغير حنطوه على الشكل اللفائف. ليه؟ لان هم بالنسبه لهم اله علشان يحميهم في العالم الاخر. وهنا دي نماذج تماسيح على شكل ايه؟ تماثيل. واحنا هنا ايه؟ في متحف التمساح، متحف سوبك اللي تأسس سنة 2012 فقط. ولكم جميعا كل التقدير والتحية. شكرا جزيلا.